يا صباح الفل، عاملين ايه؟ نهاركم زي الفل. تعالوا بقى نخرج من نمط البروتين بتاع الفراخ، لحمة. خش على الفوسفور كله معايا. انا هنا بقى ايه؟ ده سمك حارد، انا تومته وحطيته ليمون، طبعا التومة عليها كمون وشطة وملح، وتومتها زي ما انتم شايفين كده. خش على التقيل بقى. التقيل ده بقى ايه؟ ده بوري. انا رش عليه زي ما انتم شايفين كده ملح، كمون، عصر عليه ليمون زي الفل. انا جايباه احجام، في كبير وفي صغير. على فكره عندنا هنا احنا 3 انواع في السويس من السمك، كلهم شبيه لبعض. ده بوري، في منه سهليه، في منه سمك بيتقال عليه هليل. كلهم شكل واحد، لكن الطعم يختلف جدا. تعالوا هنا بقى، وعن تحدي ان انا شيف لولا، وشرف لي ان انا اكون من السويس، ان انا اقلي البوري. نبدر بس وهنرجع للقصة تاني. هنبدر كده الحارد معانا للمصروة بيقولوا عليه مكرونة. طبعا انا قلت لكم انا تومته ازاي. انا كده بتوم وبقفل القفلة بتاعت التوم نفسها. ليه؟ عشان ما تخرجش مني في الزيت. شايفين انا مستخدمة كيس، الكيس لين معايا في التبدير. ممكن هعمل في صينية، ولكن هبهدل الدنيا. لكن وارد حبة دقيق صغيرين زي كده يقعوا مني، همسحهم بمنديل. يعني النظافة حلوة في كل حاجة. انا لما بقلي السمك حرفيا يعني كده ايه، بتحس ان من تتبيلتك، من نظافتك في السمك. آه وانا بقلي كده تحس ان انا مش بقلي سمك، بقلي بطاطس في البيت. لا نوسخ بوتاجازنا ولا نوسخ دنيتنا. نبدر شغلنا كله مره واحده. بصوا انا هبدر الحارد كله مره واحده. الحارد بقى المصارى بيقولوا عليه مكرونه، معرفش اللي بيتابعني من انهي بلد، ايه المسميات عندهم. بدرت الحارد، بدرت البوري، وهبتدي زي ما انتم شايفين معايا كده اهو قدامكم. بصوا انا بدرته. طبعا حكمت القفله بتاعت التوم كويس جدا عشان ما يطلعش معايا في الزيت اهو. انا حاطه طبعا عندي بقى الطاسه الطيبه بتاعتي دي، اللي انا ما بستغناش عنها في قليه السمك، وبحبها جدا برغم ان هي قديمه. بس كل واحد فينا في بيته بيعشق حاجه في شغله بتكون مريحاه. وانا طبعا بحب اشتغل، بدور راحتي فين. انا بقدم لك الوصفه ليكي بقى تعمليها في اللي انت عايزه تعمليه فيه. كده انا سخنت الزيت كتير جدا. طبعا شفت انا حطيت على الدقيق معلقه بيكربوناتو. وكم مره في قليه السمك قلت لكم البيكربوناتو ما بيخليش الحاجه تشرب زيت. برص الحارد قدامكم او سمك المكرونه زي ما انتم ما بتقولوا، مش عايزه على حد برضو. هنيجي هنا على النار، سبته بيستوي السمك طبعا على النار. في حاجه هنا اكيد سقطت مني في التصوير، وهي هنا انا حطيت معلقتين زيت. الطماطم ني تومه مدقوقه بكمون وملح وكزبره ناشفه، وحطيت حبه شبت ومعلقه خل، وهسيبها على النار توصل للقوام اللي هنشوفه في الاخر. بصوا انا كده ببتدي اقلي السمك. شايفين انا عايزه اوريكم اهو. آه التوم ما طلعش. في نفس الوقت انا علقت على حبه رز الصياديه، حطيت الزيت، حمرت البصله، لا خليتها غامقه ولا فاتحه، وسقطت الرز وبتشرب اهو. هرجع كده للتسبيكه تاني. التسبيكه دي هتعملي بيها شيف اللي هوليكوا احلى طعم. بصوا السمك اللي انا طلعته في منه لسه على البوتاجاز، هوريكوا تاني هنرجع له. التسبيكه استوت معايا. هعمل طاجن حارد او سمك مكرونه بالصلصه، او زي ما انتوا بتقولوا بقى بالتخديعه، ولكن احنا بنقول صلصة تخديعة، الاتنين واحد. المهم الطعم اللي انت هتشوفيه في الاخر. وحبذا يعني لو عندك سمك من ده بات ممكن تعمليه بالشكل ده هو، او البولتي. شايفين اهو. هسيبه طبعا يطعم في التتبيلة بتاعته ديت لحد ما اكمل بقية قلية السمك. شايفين؟ هنطلع الباقي ده اهو عشان نبتدي نشتغل في البوري اهو. احنا قلنا البوري عندنا ليه مسميات كتير. بصوا الزيت مقلش، شوفوا التوم منزلش. هبتدي انزل البوري كده. تقري البوري يا شفرول؟ بقلي البوري اقسم بالله. انا كنت وانا بشتري السمك من عند ابو ياسمين، واحده بتقول لي بتقليه ازاي. انا وريتهم فيديو على التليفون، هم نفسهم ما صدقوش. فيديو انا كنت قالياه في البيت قديم مش دوت طبعا. قالت لي ازاي؟ قلت لها والله وريته لها استعجبت. قالت لي، قلت لها طعمه خرافه، هو بيتفتح بيتعمل سنجاري بيتشوي، ده النمط اللي الناس كلها ماشيه عليه، ولكن هغيركم النمط ده خالص، وهو واقع مش كلام مني. بصوا بقى، ما تقلبي السمكه كده عشان السمكه بتبقى دسمه. اي سمكه وقفيها كده على سيفها يعني جنبها، عشان السمكه تكون مستويه في كذا اتجاه. بصوا اهو واقفه على سيفها كده، محضناهم ببعض انا كده.
دفوا بعض في الطاسة. شايفين؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ولا أروع من كده ولا أطعم من كده. تعرفي السمكة الحلوة بقى طبعا وانت بتجيبيها اما تدوسي على السمكة وما تغرز معاكي كده، لو ما طلعتش تاني تعرفي ان هي سمكة اي كلام ومش طازة ومش حلوة. تفتحي انت بتفتحي خياشيم السمكة كده تلاقيها اللون المحمر اللي هو مدي الوردي ده، تعرفي انها طازة. طبعا ريحة السمكة بتبان. خلي بالكم بتوع الأسماك في كتير منهم غشاشين بيغشوكوا، يقولوا لكم السمكة طازة، بيرشوا ايه بقى عشان يودوكوا السمك تمسكيها تلاقيها بتلزق كده في بايديكي كده، ماده لزجه ان هو طازه. لا ما بيكونش طازه. بصوا انا بصفي السمك ازاي. انا هفتح سمكه معاكم بوري مقليه وعلى ضمانة الشيف لولا، وشوفوا السمكه عامله ازاي وانا بفتحها كده. هكمل كلامي انها سخنه جدا. بصوا انا شلت، بصوا بصوا اللحم بتاعها، الله اكبر. بصوا فيها دم، فيها حاجه. الريحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شلت أنا البطن بتاعتها أهي. السمكة لا هي لحسة لحسة يعني لما رملة ولا حاجة، زي الفل. إن أنا بشيك على السمك بتاعي وأنا بجيبه، ما باخدش من بق البياع برضو. ليا نظرة. وزي ما احنا قلنا برضو السمك تجار الفاسدة بتوع السمك اللي بيحطوا على السمك تلج ويدوله ملح عشان يدوله الزوجة اللي بيشتري يحس كده ان هو ده طازة. لا هو مش طازة، ده هم عاملين خدعة بالملح والتلج على قلب السمك اللي متلجينه. شايفين؟ ادي السمك البوري الشيف اللي قالته. يا رب اكون احسنت معاكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. فعلوا معايا الفيديو عشان الكل يشوفه وقولوا الشيف لولا قالت البوري. يا رب اكون احسنت في الفوسفور اللي عملناه النهارده معاكم دوت، وقدمت حاجه ظريفه ولذيذه وجديده. واني نادر جدا اما حد بيسمع كلمه بوري مقلي. اديني قالته لكم، عملت لكم الحارد مقلي وطاجن. حبذا بقى اما يبات عندك وتبقي محتاره تعملي فيه ايه، اعمليه بطريقه التخديعه او الصلصه دي. رب اكون احسنت معاكم. الشيف لولا قالت البوري للمصروه. تسلم السويس ووصفات السويس. اشوفكم على كل خير، كل فيديو جديد. شيف لولا، باي باي.